هو ليه الحروب والصراعات اللي موجودة في العالم دي كلها ما بتنتهيش؟ مع ان بيبقوا واقفين على شعرة صغيرة خالص، ويحصل اتفاق او يحصل صلح بين الدول، وترجع الحروب تشتغل تاني وتشتعل تاني. ببساطة شديدة جدا امريكا بتاكل عيش من ورا الحروب دي بشكل مباشر او بغير مباشر، فما ينفعش ان الحروب دي تقف. مع ان الحرب دي مش حربها، يعني هي جاية من بعيد جدا وجاية تتدخل في المنطقة العربية عموما، وكمان بتتدخل مع روسيا واوكرانيا. مع ان اوكرانيا الاولى ليها ان هي تكون اوروبا هي اللي بتتدخل معاها وبتقف معاها، فاوروبا واقفه بعيد جدا وما بتتكلمش وما بتتدخلش باي حاجه، امريكا هي اللي بتتدخل. وكمان الحرب بين ايران واسرائيل كانت حرب قويه جدا، وايران كانت اقوى من اسرائيل وعرفت توجعها. علشان كده احنا النهارده بنشوف اسرائيل بره اللعبه خالص، وما بتضربش في ايران ولا ايران بتضرب فيها. الموضوع بيتحول من حرب بين ايران واسرائيل لتدخل امريكي. ولما امريكا اتدخلت برضه مش عارفه تاخد حق ولا باطل مع ايران، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تلبس ايران مع دول الخليج، وتلبس روسيا مع اوكرانيا. تمام. وتخلي الحرب على فلسطين مستمره، مع ان فلسطين مش باقي فيها حاجه، فلسطين ما فيهاش حاجه، والغزه ما فيهاش حاجه، والناس هناك عايشين في خيام ومش معزل، معهمش سلاح وما بيعملوش اي حاجه. لكن رغم ذلك بيضربوا فيهم برضه. بيضربوا بايه؟ بطيران. يعني مش عارف ليه. بالنسبه لامريكا لازم الوضع ده يفضل مستمر زي ما هو كده، والدنيا كلها في صراعات في المناطق في العالم كله، علشان هي تستفاد. لان هي لو ما حصلش ده امريكا هتقع حرفيا، واسرائيل هتقع. لان الدول اللي هي زي تركيا ومصر ودول الخليج وايران، وفي دول كتير جدا كلها ضد مين؟ دول في اوروبا كمان زي اسبانيا وفرنسا وانجلترا، كل دول مش موافقين يدخلوا الحرب. الاوروبيين اللي هو الدول الاوروبيه مش موافقين يدخلوا الحرب. ولو لقوا ان الدول اللي هي زي تركيا ومصر ودول الخليج وايران عرفوا يسيطروا شويه، هيقفوا معاهم وهيكونوا هم داعم ليهم. لان فعلا امريكا مش عايزه الدنيا تتصلح حالها. لازم الناس تبقى فاهمه الموضوع ده. امريكا مش عايزه الدنيا تتصلح حالها، امريكا اكل عيشها في الحروب دي. لازم تبقى الدنيا دايره حروب كده، لان اقتصاد امريكا فعليا واقع. ما تقوليش بقى امريكا وقويه وعندها نفوذ وعندها بتاع، هي لا، هتقع. لان في دوله تانية، في دوله كبيره زي الصين موجوده، لو امريكا وقعت الصين هتاخد مكانها على طول. فامريكا لازم تفضل مسيطره على الموضوع، لان هي لو ما سيطرتش هيتسيطر عليها اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وكل حاجه. ليه كل ما يجي يحصل اتفاق بين امريكا وايران يبوظ؟ ده اكبر دليل ان امريكا اساسا مش عايزه اتفاق ومش عايزه صلح الا بشروطها هي، الشروط اللي هي تكون من خلالها مسيطره على الامور، وتكون ايران تابعه ليها، وتكون ايران زي دول الخليج كده مثلا، وبعض الدول ان هي امريكا تقول لها يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال. والمشكله ان ايران مش كده، ايران ما بتعرفش تتعامل كده. ايران بتقول انا دوله ليها سياده وليها قراري، وانا اتخذ قراري من دماغي، ما اخدش املاء من حد. ويجي ترامب والامريكان يظهروا صورة إيران إن هي دولة إرهابية ودولة بترجع في كلامها وناس مجانين وناس مش كويسين، ده احنا عايزين نعمل معاهم اتفاق، ده احنا بنعمل لهم كل حاجة خير، ده احنا فرشنا لهم الأرض مش عارفة إيه، وهم اللي مش موافقين. مع إن الأمريكان هم اللي مش عايزين ده يحصل إلا لو حصلت الشروط. والشروط دي مش هتحصل، لأن الشروط دي بتقول إن إيران دي تبقى تاخد على قفاها وتسكت يعني. طيب الكلام اللي احنا بنقوله ده الناس فاهماه؟ الناس كلها فاهماه، اللي بيفهم واللي ما بيفهمش. يعني الدبلوماسيين والغير الدبلوماسيين كله فاهم الكلام ده. لكن في حاجة غريبة، هي أمريكا مسيطرة على الأمور. يعني هي أمريكا بتعرف تسيطر على الأمور إزاي، ودي لعبتهم، وده هم متميزين فيه جدا، وعندهم مهارة في الموضوع ده ان هم يخربوا الدنيا ويقلبوا الدنيا. يا اما يخش يسيطر على الدولة دي ويبوظها، يا اما يوقعها ما بينها يوقع ما بينها وما بين اي دولة تانية ويخرب الدنيا وهو يستفاد. امريكا تقدر تخلص كل الامور وكل الصراعات اللي دايره دي كلها. لو قالت لاسرائيل خلصي مع فلسطين وفلسطين تكون دوله مستقله، هتخلص. وقف الحرب على لبنان، هتخلص. لو قالت لاوكرانيا اسكتي ووافقي باللي روسيا عايزاه وتحاول تراضي الامور ما بينهم، هتخلص. بس هي مش عايزه تخلص، هم بيدفعوا الاوكران اكتر عشان روسيا تضربهم، علشان يحصل عقوبات على روسيا، يقوموا هم يستفادوا. روسيا ما تعرفش تصدر موارد، يقوموا هم اللي يصدروا. روسيا ما تعرفش تشتغل اقتصاديا، يقوموا هم اللي بيعلوا عليها.
طبعا ايران نفس الكلام، ايران عندها بترول كتير جدا وعندها قوة اقتصادية عالية جدا، ما ينفعش ان هي تاخد راحتها. لو خدت راحتها وعرفت تمد دراعها ان هي تصدر والكلام ده كله، امريكا طبعا هتزعل. طيب الخليج، الدول الاغنى في العالم واغنى بموارد وحاجات كتير جدا، لا يبقى الخليج ده بتاعي وفي جيبي. طبعا دايما ترامب دول الخليج دي بقى ايه، يطبطب عليهم ويحسسهم ان هو اللي بيدافع عنهم، وان هو وان انتوا اللي هنا وانتوا اللي هناك، علشان يعرف يستفاد منهم. طب ليه ما بيروحش دول تانية ويعمل معاها كده؟ اشمعنى الخليج؟ لان في فلوس. هو بيقولها علنا، يعني الموضوع مش محتاج يعني استنتاج ولا حاجه، هو بيقولها علنا: انا باخد فلوس وعايز فلوس منكم وبستفاد منكم وهاخد البترول وباخد البترول وبعمل هو كل ده بيتقال علنا، يعني الناس كلها عارفاه. مع ان ايران بتتكلم يعني في حقوقها الشرعيه جدا، بس يقول لك لا ما ينفعش. يعني ايران تقول انا عايزه مثلا اخد رسوم على عبور السفن، لان انا بصرف على الموضوع ده وبشرف عليه وفي ناس بتشتغل عندي وبصرف فلوس، فلازم اخد مقابل. امريكا تقول لها لا. طب في حاله ان امريكا هي اللي ممكن تيجي تسيطر على المضيق مثلا وتشرف على مرور السفن وعبور السفن، يقول لك انا هاخد 20%. طب اشمعنى انتوا تاخدوا وهم اصحاب الارض والبحر ما ياخدوش؟ الكلام اللي احنا بنقوله ده بنقوله ببساطة شديدة جدا، اي حد يفهمه. كلنا على وجه الارض فاهمين وعارفين ان امريكا هي العدو الاول والاخير في العالم كله لكل الناس، ودي حقيقة. امريكا يا جماعة ما بتحبش غير نفسها، ده هم ممكن ما يكونوش بيحبوا نفسهم كمان. يعني لو دخلوا في صراعات مع بعض هيدخلوا عادي مفيش مشكلة علشان الفلوس، هم الامريكان كده. واسرائيل عندها خطة عايزة تنفذها، خطة قديمة جدا من مئات السنين، عايزين ينفذوا حاجات على الارض، عايزين يسيطروا على حيز معين من الارض، وهم بيعملوا المخططات دي. ناس بتسلم ناس واجيال بتسلم اجيال علشان ينفذوا المخططات دي. والله اعلم بقى هتتنفذ ولا لا. ممكن يعملوا كل حاجه، بيتصرف عليهم بيتصرف عليهم من اغنى اغنياء العالم علشان ينفذوا اللي هم عايزينه ده. حد سأل نفسه قبل كده اسرائيل دي في حروب بقالها مئات السنين، وازاي قادره تستمر على الموضوع ده باستمرار؟ على فكره ما بتبطلش حروب، ممكن تقلب في اتجاه وتروح في، يعني تحارب فلسطين وغزه وتضرب وتصرف ومش عارفه ايه، وتحارب في لبنان وتضرب في لبنان، وتضرب مع ايران وتضرب في روسيا. ايه ده؟ ايه ده؟ بيجيبوا الفلوس دي منين؟ وبيجيبوا الذخائر والاسلحه دي منين؟ وبتصرف عليهم منين؟ اكيد من اغنى اغنياء العالم. فلازم تبقى فاهم ان اسرائيل ليها خطه معينه عايزه تنفذها، وطبعا كل الناس فاهمه الكلام ده، علشان لما يجي الامريكان والاسرائيليين يستعطفوا الناس تبقى الناس فاهمه. امريكا مش دوله مظبوطه، ولا اسرائيل دوله مظبوطه، بس هم مسيطرين على الامور وعارفين يدخلوا الدنيا كلها في بعضها، لدرجه ان الدول نفسها فاهمه الكلام ده كله ومش عارفه تعمل معاهم حاجه. ومستحيل اي قوه تتحد ضد امريكا، لان هي لما بتحس بس ان في قوتين هيتحدوا مع بعض ضدها لازم تضرب فيهم اسفين وتعمل فتنه ما بينهم، وممكن تقوهم يحاربوا بعض كمان هما الاثنين. وده شيء منطقي جدا، ودي طبيعه الحياه، ان يبقى فيه خير وشر. الشر عارفينه والخير عارفينه، وان شاء الله ربنا يصلح الاحوال والمسجد الاقصى يتحرر.